علمت الكرة نيوز من مصادر موثوقة أن حارس الشبيبة شمس الدين رحماني عبر لمقربيه عن نواياه في تغيير الأجواء، وهذا بسبب وضعية الشبيبة حاليا وابتعاد الفريق عن لعب الأدوار الأولى، حيث أشارت مصادرنا أن رحماني يريد الانضمام إلى فريق يسمح له بالتنافس على الألقاب. وتشير بعض المصادر أن المولودية ستكون الأقرب لضمه في خطوة إن تجسدت ستزيد من دون شك من متاعب الشبيبة. وربما يتساءل جمهور الشبيبة عن سبب إشارتنا للمولودية دون غيرها على أنها الأقرب لضم رحماني، وهذا لسبب واحد، وهو أن مقرب من حارس الشبيبة تحدث مع أطراف فاعلة في إدارة مولودية الجزائر وأكد لها رغبته في القدوم، إلا أن الرد من طرف إدارة المولودية كان سلبيا، وأشارت إلى أنها احتراما لفريق الشبيبة وارتباط المعني بعقد معها سيجعل من المستحيل أن تقدم على طلب خدماته رسميا. كما أشار مقرب من الحارس رحماني أنه سيتكفل بجلب وثائق تسريحه من الشبيبة، لأن ما يهمه حاليا هو اللعب على اللقب، الأمر الذي يتيحه له فريق مولودية الجزائر دون غيره من الفرق، الأمر الذي أشارت مصادرنا إلى أن إدارة المولودية لن تعارضه بشرط أن لا يتم إقحامها في أي صراع إداري مع نظيرتها شبيبة القبائل. وفي خضم كل هذا تبقى إدارة الشبيبة رغم كل شيء سيدة القرار في تسريح الحارس رحماني من عدمه، بما أن المعني مرتبط بعقد لا بد من احترامه إلا إذا طرأت مستجدات عجلت بظفر المولودية بالصفقة، ليبقى فقط انتظار نهاية الشطر الأول من البطولة ومعرفة ما ستقرره إدارة الشبيبة في الموضوع.